هنيئا نحن بهذا الاختيار الرباني اللي اختاروه له حسنتين. الحسنة الأولى مات شهيد، لأنه من مات هذا مات شهيد عظيم، وهذا طفل شهيد كيف من طيور الجنة. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أقولها، اليوم مولد الرسول يا جماعة، الله أكبر، يعني أحلى من هالموتة. من عجز أنفسنا، من عجز هذا البلد الطيب، هذا البلد المناضل، هذا البلد النبيل، احنا كل دخول احترام المقدور. انا اليوم مضبوط جايين على اساس ناخذ خدمة الدفن، لانه امبارح اللي على المختار اللي هو صار لنا عمل الخير وقام بالواجب، فاحنا بنوقف علينا نقوم بالواجب. هذول الناس اللي انتم اهل للواجب. احنا جينا اليوم اولا نطلب مدة الدفن 3 ايام الدفن، ولكن ليس على الكريم حرج. ان اكرمتونا بالعطوة برضو احنا جاهزين لاخذ العطوة، وان اكرمتونا باكثر من العطوة. اولا السائر من دار ابو غربية، والله ما بقول الا الصحيح. اهل السائر اجوني على الدار وكلفوني اي شيء ضد هذول الناس لا جادل، احنا جاهزين لنبذ الطلب. فاحنا الجهه كلها باسم ابو غربيه جاهزين نجهز اي طلب تطلبوه. ما هو احنا بتعرفوا يعني اولا هذا الطفل لا السائر كان نصر له كمين ولا السائر، ربنا خلص بده يختاره، والحمد لله ان شاء الله اختيار كان رباني ونعمه من نعم الله عليهم. اذا شو بتطلبوا فارس؟ احنا جاهزين. شو اللي بتطلبونا فيه؟ اعطونا حسن النسبه، اعطونا عطوه النسبه، شو اللي بتعطونا اياه؟ احنا جايين نطلب منكم شو اللي بدكم احنا معكم فيها. الله بارك الله فيكم، جزاكم الله احنا يعني نلتمس دقيقة أمر، بما أن الطفل ربنا اختار في يوم المولد النبوي الشريف وهو مات في القدس. القدس يعني فعلا القدس هي مقدسة يعني أمام جميع المسلمين. فاحنا كنا لما تحدثنا مع بعض مع عائلة الصبح كان احنا ما بننصح الناس عفوا قدام 3 ايام وبعدين ناخذ عفوا، فاحنا كلنا بنختصرها بدنا نريحكم ونريح نفسنا كمان. يعني مش كلمه تروح على القدس كل يوم ترجع ما تشغل الوضع القدس، يعني احنا حابين راحتكم. هلا نتحدث دائما نتعلم منك يا عميدنا يا عم ابو الوليد، يعني كل حدا يقول لك عميدنا يعني الى يوم الدين. احنا اخونا طبعا فاحنا بنقول مشان راحتكم بدنا نتحدث بامور العصر، نتحدث بامور هذه قضيه الدفن. خلص احنا بدنا نسامحكم فيها عشان طفل صغير مش ماكس، يعني مش اذا جاي مقتول كتب صار قضاء الله وقدر حادث تصير، فاحنا رجعكم كمان تروحوا ما بدنا راحتكم. هلا بدنا نتحدث عن ابو الوليد يا عميدنا يا حبيبنا، بدنا نتحدث عن العصر وعوائد العطوة. أول شيء بدنا منكم لباس الثوب، سمونا من هو لباس الثوب. ثاني شيء بدنا كفل الذهب، هذول يسمونا إياها وبعدين ننطلق في الحديث. نعم صحيح. وين الخواصنا؟ خواسنا عم الحاج انت جاهز لبس الطور؟ جاهز عم الحاج. أكيد كبير الذهب. تقريب الدفع؟ شو اسمه؟ خلاص سامي القواسم. سامي قلنا كفيل الدفع. يا سيدي لا اقول لك كفيل. لا سمينا ما بدنا تعلم ولا تتعلم منا، انت كنت في تعميد مش لا يعني يعتبر كفيل. هلا هو بدك تسأل
إذا أنت لبست الثوب بتكون كمان كفيل. دير بالك الكفالة بالخاطر مش الأصل. لبسوه كفيل وإحنا موافقين. طالما في هيك إحنا كفو وموافقين عليه. الجهة كلها وجهنا. بارك الله بارك الله ولازم تسميها لعوايد الناس. حياك الله. بارك الله فيك. العوايد عندنا بتكون العطوه هي 1025 دينار بتجيب 25 صغار 1000 دينار بتحطوا لنا اياها معاكم عندنا مش مشكله. هذا رقم واحد. حطوا ال 1000 دينار. أخي فارس الله يسلمك. اهلا وسهلا. يمكن بداية فات عم الحاج بيقول إنه إحنا جايين نعزي هذه الأسرة اللي فقدت هذا الطفل، ونعزي البلد اللي ولد فيها الطفل، لأنه الأطفال هذول هم المفروض كانوا ويكونوا عماد المستقبل وشباب المستقبل، لكن الخير فيما اختاره الله وإذا أردنا فاتنا السبب من ذوي العقول. حقيقة أخونا أبو فارس وكل الوجهاء اللي استقبلونا فاجئونا ومفاجأة فعلا يعني كثير إلها تقدير واحترام لنظرنا احنا كناس بنمشي بين الناس، لأنه لأول مرة بتصير إنه احنا بنكون رايحين نعزي ناس ونطلب منهم العوايد المتعارف عليها اللي هي 3 أيام وتلت، ومفاجئونا بهذا الكرم بهذه الروح الإيمانية اللي يتحلوا فيها برضاهم بقضاء الله وقدره وجهوزيتهم الكاملة إنهم يخففوا عن الجاهة مشاق ومتاعب السفر، سيما في هذه الظروف اللي الاحتلال يصر انه يفصل القدس عن قلبها، يفصل القدس عن اجنحتها، وما ترى شمال غرب القدس الا بمثابه الدره من التاج المقدسي. إن كنا نعيش في هذه المدينه تحت وطأة وسلط وعنجهية الاحتلال، فأنتم بمجموعكم الرئة التي نتنفس بها والتي تفرض علينا مزيدا من الصمود ومزيدا من الوجود في مدينة القدس. أخي فارس، كرمك هذا اللي انت تفضلت فيه انت وربعك واهل بلدك والله ما له مثيل، واحنا جاهزين شو اللي انت بتطلبه في مقابل هذا المنطق اللي انت تعاملت مع الجاهه فيه، احنا جاهزين. لكن بدك تعذرنا انت وربعك انه احنا جايين وصدقا لا عاملين حسابنا لا ل1000 دينار ولا لمصاريف دفن ولا لباس الثوب، لكن امام هذا العطاء وامام هذا الكرم الخواص بلبس الثوب وبتكليف رسمي بتعتبروا امام اهل بيت سويف وقال صبح تحديدا شو انت بتفرض مال احنا جاهزين بيجيك في 24 ساعه. بارك الله فيك. انتوا عرضونا اكثر ما احنا. انتوا جماعه طيبين. هذول عندنا حاليا على طول من البلد، بس شوف ايش بدك مشغلين ما نعطيك. اول شيء بارك الله فيك. الله كرم الرجال وشوف يا من اجل راح يكون هو من اخواني قال ابو الصبح من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا بشكر اخواني قال ابو الصبح مع اهالي بن سوري. اول شيء نشيد الوضع والشاب او الطفل هو من عائله ابو الصبح، ونرى يعني عواد الناس اللي ناخذ اليوم 3 ايام الدفن، فكانوا يعني احنا ما بدنا ندعم اخواننا في القدس، احنا بدنا نعطيهم صراحه. هلا احنا كلنا 1000 دينار. ماشي. هذا كيف يجينا يعني مصاريف دفن 10000 دينار. هذه
العادات في منطقتنا هنا احنا انتم احنا في الخليج ندفعوا 5 للشركة، المناطق هذه لا تحمل بس احنا ندفع 5 فمن 1000 ل 6000 بدك اكثر من جاهز من الغرفة عليه مش ممكن انا ادخل يعني لا تطعم مكانها عبد الحاج واخوانك العرب جميع الجماعه يعني المحترمين لا احنا لا بسيط لا يا زلمه انت مستحيل عمرك ما احنا كلها انا بس بدنا راجعنا ابو وليد انا بدنا اسم الشوفير كامل اسم السائق والسياره واذا بعرفش عندكم بعدين تتحدثوا مع بعض السياره مأمنه مش مأمنه شو صار شو احنا ما احنا جايين نجرب الشوفير او نجرب احنا جايين نساعد مع بعضنا واحد هلا جيت هلا احنا كذا مثلا تحفظ يومين ثلاثه تجيبوا المبلغ كاش انا الشيء خلينا نعرف ان حكيت التطبيع على البنك انتم مديرين لا مش راح يودع بعد اول شيء جمعه اعطيت 100,000 دينار بعد اعطيت 200 دينار بعد كل شيء بدي نمشي مع بعضنا بالقضايا وبعد انا اذا القواسم انا اعطيت الشركه من الليله بده يجي القواسم كلها هي مالك بالضبط ويا صندوق اما انا بعطيك على مالك هلا انت مشان ما غلبتش تتوسل تشبه المفروض بكره يجي لك وتعطيه الشركه تجيب لك انت بتنظر تحدثنا بالموضوع والموضوع انا بحقق بس كنت بحقق قضيه السياره اذا كنت جمعت والديك الله على السبيل ما عنديش عارف صلى على انا لما قالوا لي انه قتل من دار ابو البيت سوري الله بتحاول مساجد لا مش موضوع مسألتك موضوع قلت لهم انا خجلان انا بستقبل انت باعتبار عاود جهتي ما بقول لك انا هذول بستقبل مش انا بروح اذا قلت شيء كل الطيب وانا سأل اولا السياره فيهاش تامين السياره حاليا محجوزه عند الشرطه حاليا المغر اولى بالحوار احنا جاهزين من ناحيه بدكم تحولوها للشرع جاهزين شو بيترتب على الناس بدكم تحولوها للعشائر جايين بجهتنا نرضيكم باللي نرضيكم فيش مجال للنقاش لانه ناقش عن المثل كلنا نتجاه على الطرف قلت لك نناقش ونتحدث انا بالطرف ما اقدرش كل الناس لانه القضيه بتخصني يعني انا بتخصني انا مع الدار وما في جماعه في الدار حبيتوا احنا نجيكم نرجيكم بالجد اياه اعطينا عطونا وحياكم اكيد العفو طبعا احنا بنقول اكيد بعد الاخوان شوي بس انا بقول يا عمي تحول للشر شو الشر؟ بس احنا كنا من مناهض بس كيف ما نخسرش الشوفير ولا الشوفير يعني كان من مناهض ما يصح بس شايف وضعنا اليوم الكورونا مش كورونا يعني وضع سيء وضع سيء جدا واحنا بنعذر عشان كل واحد عنده سياره بكره كل واحد انت اليوم عندك ولا عندك بكره فالكل لازم احنا نشفق على بعض الضرر شعب فلسطين خاصه في القدس في الوقت على الشرع وترك
هذا احنا نسألها الى بكون التأمين، طالما التأمين انت بتقول انت ما كناش. لا 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 هذا طبعا على الشرع 6 اشهر. خليها 6 اشهر. يعني ممكن اما احنا زي ما قلت كنا بعد اخذناها 6 اشهر. اما اذا احنا نصرنا خليكم معايا يا ابو فارس كلامه كلام سليم. احنا اخذناها 6 شهور. اذا نصرنا بنطلعنا بعد شهر نجيب صدق الله يا بارك الله بارك الله بارك الله. شو تاريخ اليوم يا اخوان عشان تسجلوا؟ هو ده هذا شرف. مشان فلت شروط حكيت انا بعد مرتين على اليوم بتجيب لي بس هذا بضربته مسكر اخوان عشان الاخوان ضربوا الصبح يشوفوا هذا وبده يكتب لا لا صك كامل وقع العبد الموضوع عليه ويحتفلوا فيه حفظا للحكومة غير عاوز انت تقدر